السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الثانوي مع الدرس اللي تعب الجميع، درس النصوص الموهمة للتشبيه. يقول المؤلف أو الناظم: وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. بداية هنا المؤلف هيجيب لي بعض الآيات، بيقول لي التي يوهم ظاهرها التجسيم والتشبيه واتصاف الله تعالى بصفات المخلوقين. أنا سأقول كلاما خارج المنهج، وهنا الأمور التي يحدث فيها خلاف بين مذهب السلف وبين مذهب الخلف. هناك بعض النصوص وبعض الصفات التي نسبها الله عز وجل لنفسه، مثل اليد والمجيء والاستواء والنزول والوجه. هنا المصنف يقول لك لا تثبت هذه الأشياء تمام إلا مجازا، لأن لو أثبتناها حقيقة سيظهر منها التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى، وده خطأ. ليه؟ لأن الله عز وجل قبل ذلك أثبتنا له السمع، وأثبتنا له البصر، وأثبتنا له الكلام، وأثبتنا له الحياة. فلو كان هناك تشبيه لكان لا يمكن أن نثبت لله سمع ولا يمكن أن نثبت له بصر. والصواب إيه؟ الصواب قلنا أن الله له بصر يليق به، وله سمع يليق به، وله قدرة تليق به، وله حياة تليق به، وكذلك العلم وسائر الصفات. كذلك هنا مفيش أي إشكال، له يد تليق به، وله مجيء يليق به، وله استواء، وله نزول، وله وجه، وكل ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني مش معنى أننا نثبت أن لله عز وجل يد وله مجيء وله استواء أننا نشبهه. خلاص، يبقى دي كده ثابتة في ذهنك خارج المنهج. تعال بقى على الكتاب، ومطالب منا في الإجابة ما في الكتاب. قال: وغير ذلك من الصفات التي وردت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. ويجب قبل الخوض في شرح هذا الموضوع نبين المراد بالنص والتشبيه والتأويل والتفويض والسلف والخلف، ونبين المصطلحات دي كلها. طيب، قال: أولا النص. المراد بالنص هنا قال ما قابل الإجماع والقياس. يعني أنا عندي الأدلة قرآن وسنة، هذا النص، وثلاثة إجماع، أربعة قياس. يبقى ما هو النص؟ ما قابل القرآن، ما قابل الإجماع والقياس، ومن حصل في الكتاب والسنة بس، سواء كان صريحا أم ظاهرا. يبقى النص هو ما قابل الإجماع والقياس اللي هو القرآن والسنة. التشبيه قال المراد منه في هذا الموضع المشابهة للحوادث. كلمة تشبيه يعني أن الله تعالى عن ذلك مشابه للحوادث، وده طبعا محال على الله. تشبيه يعني أنه يشابه الحوادث. طيب، التأويل قال المراد منه هنا حمل اللفظ على خلاف الظاهر. زي ما انتم عارفين هنا هيبدأ يأول هذه الألفاظ، تمام، يأولها يعني لها معنى حقيقي ومعنى مجازي. طبعا التأويل هو المعنى المجازي. قال التأويل معناه حمل اللفظ على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فيكون المطلوب من المكلف أمرين: أن يحكم بأن اللفظ مصروف عن ظاهره، والثاني قال لي أن يؤول اللفظ تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى الذي يظن أنه المقصود. يعني إيه؟ يعني قال لي في الأول التأويل يطلب من الشخص الذي أول أمرين: الأمر الأول أن ينفي أن يحكم بأن اللفظ مصروف على ظاهره. لا، يعني مثال لما يجي يقول لي محمد أسد أو رأيت أسدا يخطب على المنبر، ده يحمل معنيين: معنى حقيقي ومعنى مجازي. المعنى الحقيقي قال لي لا يمكن أن نثبته، بل نصرف المعنى الحقيقي. يعني ايه المعنى الحقيقي؟ ما فيش أسد حقيقي هيخطب يعني. طب المعنى المجازي الثاني قال لي أنا أثبت اللفظ اللي هو الايه المؤول ان هو ده شخص يخطب، يعني دي كناية عن الايه الشجاعة.
بعد كده بيقول لي التفويض، والمراد من التفويض صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد. يعني ايه؟ يعني هو هيقول الله عز وجل له يد ولكن لا أعلمها، ده اسمه تفويض. يعني ايه؟ يعني التفويض ده يساوي يعني ايه؟ عدم الدخول او عدم الايه او قلة الفهم. هنا على كلامهم هنا يعني يبقى صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه لله بأن يقول الله أعلم بمراده. يعني معنى الكلام دي أنا لا أعلم معنى اليد، هو يقول كده يعني. بعد كده السلف قال لي هم من كانوا قبل من أهل العلم قبل نهاية القرن الثالث، وهم الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وكبار علماء المذاهب. الخلف من كان من العلماء بعد نهاية القرن الرابع. بعد كده أنا عندي السلف وأنا عندي الخلف، فقال لي السلف لهم قول والخلف لهم قول، ولكن هناك قول اتفق عليه السلف وقول اختلف عليه السلف والخلف. دي اتفق عليه السلف والخلف، وهنا اختلف عليه السلف والخلف. ما اتفق عليه السلف والخلف قال اتفقوا على التأويل الإجمالي. يعني التأويل الإجمالي، التأويل الإجمالي ده هو أي نص يوهم التشبيه نصرفه. بيقول لي صرف النص الموهم للتشبيه عن ظاهره بسبب أن ظاهره بحسب معناها اللغوي المعروف المشاهد محال عليه. هنعرف دلوقتي يعني ايه. يعني دلوقتي مثلا وليكن الله عز وجل نسب لنفسه النسيان، نسوا الله فنسيهم. السلف والخلف اتفقوا على أنه لا يجوز أن ننسب النسيان لله على المعنى الحقيقي. يعني النسيان المعنى الحقيقي أو المعنى اللغوي الذي يطلق على الناس اللي هو ترك الشيء والذهول عنه. الله عز وجل لا يذهل عن شيء وهو محال عليه، فالسلف والخلف متفقين على المعنى ده، ولكن يختلفون على المعنى الآخر. ما معنى النسيان لله سبحانه؟ هل نثبته ولا لا نثبته؟ اللي هو المعنى الثاني اللي هو ما معنى النسيان اللي هو الترك. النسيان في حق الله معناها أنه تركهم، نسيهم يعني تركهم على علم. طيب ما اختلف عليه السلف والخلف قالوا اختلفوا في التأويل، اختلفوا بعد ذلك من التأويل الإجمالي يعني من التعرض لذكر المعنى المراد من النص. السلف لا يتعرضون لبيانه، وده هنعرف معناه، والخلف قال لي يتعرضون لبيانه. يعني الخلف قالوا الله عز وجل ليس له يد، إنما اليد معناها القدرة، إنما السلف قالوا له يد. طب اليد إيه؟ لا نعلمها، وده طبعا مش صحيح. الموقف من كلا الرأيين أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، سلام، لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم. الخلف فصلوا أكثر على هذا الكلام. يعني طريقة السلف بيقول لي أسلم لما فيها من السلامة من تعيين قد يكون غير مراد لله تعالى. يعني السلف هنا بيقول لك إيه؟ هنا بيقول لك إن السلف طريقتهم أسلم يعني، ويفضلوا السلامة علشان لا ينسبوا معنى لا يليق بالله. ودي طبعا اتهام للسلف أنهم ليسوا على علم ولا على دراية. فهنا بيقول لي الراجح كلام مين؟ طبعا كلام الخلف، طريقة الخلف، ولذلك قدمها الناظم. أقوال العلماء، علماء الأمة في طريقة فهم النصوص الموهمة للتشبيه. هنا هجيب لي بقى إيه أقوال بعض العلماء في هذه النصوص. ماذا قال فيها العلماء؟ أنا عندي القاضي عياض وأبو زرعة العراقي والإمام السيوطي والملا على القاري وبدر الدين بن جماعة. أنا عندي 5 علماء. ماذا قال القاضي عياض؟ القاضي عياض قال ولا خلاف بين المسلمين قاطبة، محدثهم وفقيههم ومتكلمهم ومقلدهم ونظارهم، أن الظواهر الواردة بذكر الله أنه في السماء أنها ليست ظاهرة على ظاهرها وأنها متأولة عند الجميع. يبقى هنا نسبوا قول لمين؟ للإمام للقاضي عياض. قال إيه؟ قال لا خلاف بين المسلمين سواء علماء أو غير علماء على أن النصوص الظاهرة اللي هي تقول أن الله في السماء دي ليست على ظاهره،
وطبعا ما نعتقده نحن وما عليه أهل السنة أن الله عز وجل في السماء. يبقى الإمام اللي بيقول القاضي عياض قال إيه؟ قال هذه النصوص ليست على ظاهرة وأنها متأولة عند جميعهم، يعني لها تأويل. دي القاضي عياض تلخيص كلام. طب أبو زرع العراقي قال هذا كله بناء على طريقة التأويل، وهي طريقة جمهور المتكلمين والذي عليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين، أنه لا يتكلم في تأويلها بل نؤمن بأنها حق على ما أراد الله ولها معنى يليق بها. هذا الإمام يعني مال إلى كلام من؟ إلى كلام السلف. طب وجلال الدين السيوطي، جلال الدين السيوطي قال في حديث الجارية، أنا عندي حديث في اسمه حديث الجارية عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جارية أين الله؟ فقالت في السماء. وقال من أنا؟ قالت أنت يا رسول الله. طبعا هم بيردوا لك على الحديث ده ويقول لك إيه الحديث ده يعمل لك تأويلات ليه. فمنهم الإمام السيوطي قال إيه؟ قال هذا من أحاديث الصفات يفوض معناه ولا يخاض فيهما التنزيه، يعني مش هنخوض فيه ويفوض المعنى لله. ده كلام على كلامه، هو كلام السلف يعني طالما في تفويض. 2 أن يؤول بأن المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر والله وحده هو الذي دعاه الداعي لاستقبل السماء كما إذا صلى له يستقبل القبلة. طبعا بيقول لي لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. هنا برضو ده معنى إيه؟ بيأول. يبقى هنا إيه الإمام السيوطي جمع بين كلام السلف وكلام الخلف. طب الملا على القاري قال فالمذهبان متفقان على التنزيه وإنما الخلاف في أن الأولى ماذا؟ التفويض أم التأويل؟ قال ويمكن حمل الخلاف على اختلاف الزمان. كان التفويض في الزمان السلف الأول قال لي أولى، يبقى التفويض اللي هو عدم الخوض في المعنى في زمان السلف كان أولى، لأنه لم يكن هناك فرق ابتدعت أو حد يعني يخرف في الدين، فالسلامة هنا أولى. أما في الخلف فلكثرة المخالفين فكان التأويل والكلام أولى. أخيرا قول بدر الدين بن جماعة قال احتاج أهل الحق لما ظهر أهل البدع، احتاج أهل الحق إلى الرد على ما ابتدعوه ولإقامة الحجة، فانقسموا قسمين: أهل التأويل وهم الذين تجردوا للرد على المبتدعة، والقائلون بالقول المعروف اللي هو قول السلف، والقطع بأنه لا يليق بجلال الله غير مراد، والسكوت عن تعيين والمعنى المراد من المعاني اللائقة بجلاله كل منهما على حق. هنا جمع يعني أيد هذا وأيد هذا. طيب بعد كل ذلك بيقول لي ما حكم من انتحل قول السلف وقال بتشبيه أو تكييف أو حمل اللفظ على ظاهره مما يتعالى الله من الصفات؟ قال من فعل ذلك فهو كاذب في انتحاله بريء من قول السلف واعتداله. يعني الذي يقول بتشبيه، تشبيه يعني شبه ربنا بحد معين، يعني شبه ربنا بمثال موجود، شبه ربنا بشخص موجود، بكائن مخلوق، هذا كذب على الله. والتكييف قال لي إن هو يخيل له في ذهنه أن الله عز وجل بصورة معينة، ده التكييف، ده حرام وده حرام. فمن فعل ذلك فهو كاذب في انتحاله بريء من قول السلف واعتداد، والكلام ده صح. فبعد كده بيقول لي اذكر أقوال العلماء في التأويل. قال الغزالي رحمه الله تعالى التأويل ضرورة لا بد منها لجميع الفرق. تمام. الإمام الرازي قال جميع فرق الإسلام يقرون بأنه لا بد من تأويل بعض ظواهر القرآن. تمام. هنا ممكن يجيب لي لفظ أو كلام ويقول لي انسبه لي قائله ويجيب لي اختيارات. يعني الإمام النووي قال مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي. العز بن عبد السلام قال طريقة التأويل بشرطها أقرب إلى الحق. وقال المرتضى الزبيدي رحمه الله ويعني بشرطها أن يكون على مقتضى لسان العرب، يعني لما يؤول بكلام له شاهد في لسان العرب. بيقول لي كيف أول عبد الله بن عباس قول الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هنا الشاهد بقى، أو هنا النقطة دي مهمة لأنها بتيجي في الامتحان. فبيقول لي ماذا قال عبد الله بن عباس في كلمة والسماء بنيناها بأيد؟ هنقول له قال أيد هنا معناها بقوة.
هل هناك من أول لفظ أيد بمعنى القوة غير ابن عباس؟ قالوا نعم. ابن جرير الطبري ألف أيد ذلك وعن جماعة من أئمة السلف منهم مجاهد وقتادة وسفيان. ده اللي انت مطالب بيه. اللي خارج الكتاب مش معنى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أن والسماء بنيناها بأيد أن عبد الله بن عباس ينفي أن لله يد، لأن هناك آيات أخرى تثبت أن لله عز وجل يد. كيف أول سفيان الثوري قول الله تعالى وهو معكم؟ قال بعلمه، وهو معكم يعني بعلمه سمعه بصره، دي مهمة برضه. كيف أول الإمام أحمد وجاء ربك؟ يعني هنقول لو على فرض صحة، بس أظن أن قال لي وهذا إسناد لا غبار عليه، مش ذاكر برضه ليه هل هو صحيح. قال البيهقي ماشي. قول الله تعالى وجاء ربك يعني نسب إلى الإمام أحمد أنه قال وجاء ثوابه، ولا أظن ذلك. الإمام البخاري أول معنى الضحك على كلامهم، نقل البيهقي عن البخاري الضحك معنى الرحمة. تمام، يبقى الضحك الرحمة. جاء ربك ثوابه، دي كلها معاني تأويل للخلف. كيف أول الإمام الطبري ثم استوى إلى السماء؟ ثم استوى إلى السماء قال الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هربا من عند نفسه من أن يلزمه بزعمه، إذ تأوله بمعناه المفهم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها، إلى أن تأول بالمجهول من تأويله ثم لم ينجو مما هرب منه، فيقال له زعمت أن تأويل قوله استوى أقبل فكان مدبرا عن السماء، فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولا إقبال تدبير قيل له فكذلك، فقل على عليها علو وملك وسلطان لا علو. الشاهد من ده كله لو قال لماذا قال الإمام الطبري في ثم استوى إلى السماء، هنقول الاستواء هنا بمعناه علو ملك و عفوا الاستواء هنا معناه عند الإمام الطبري على كلامهم يعني علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال، ما انتقلش من مكان لمكان يعني. اذكر طرفا من تأويل الإمام الحسن أبو الحسن الأشعري. الإمام أبو الحسن الأشعري قال وأجمعوا أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم. بمعنى الغضب أن الله عز وجل أراد يعذبهم. بعد كده بيقول لي ما منهج المثبتين والنافين للتأويل في النصوص المهمة للتشبيه. أنا عندي السلف وعندي أولا السلف بيقول لي كانوا ينزهون الله تنزيها تاما عن الانشاء بأحد من المخلوقات، ماشي، ثم يفوضون إلى الله تعالى علم المعنى المراد من الآيات التي جاءت فيها ألفاظ مسندة إليه والتي قد يوهم ظاهرة التجسيد. يعني هم ينزهون الله عز وجل تنزيها تاما عن أن يشابه المخلوقات، وبعد كده يثبتون الصفات لله عز وجل. فبيقول لي مع إيه؟ مع نفي علم المعنى. يعني إيه علم المعنى؟ علم المعنى وليكن مثلا كلمة الاستواء، هم يثبتون الاستواء لله عز وجل، فالاستواء في اللغة له معنى، الاستواء في اللغة له معنى، تمام، فمعناه العلو أو الارتفاع، تمام، فهم يثبتون المعنى، إنما هو قال لي لا، هم لا يثبتون المعنى، والصواب أنهم هم يثبتون المعنى ولكن يفوضون في الكيفية. يعني يفوضون في الكيفية؟ أنا عندي استواء أثبته الله عز وجل لنفسه، طيب أعرف ما معنى الاستواء في اللغة. الاستواء معروف في اللغة معناه على أو ارتفع، تمام، يبقى هم يثبتون الاستواء ويثبتون المعنى لأنهم عارفين المعنى، لأنهم أهل لغة وعرب عارفين يعني استوى. طيب بعد كده في شيء ثالث اسمه الكيفية، يفوضون في الكيفية، يعني الله أعلم بكيفية الاستواء لأن أنا ما شفتوش، فيقولون يفوضون في الكيفية. هنا قال لا، يفوضون في المعنى، فالصواب أنهم يفوضون في الكيفية. قال فهم آمنوا بما جاء في القرآن والسنة وأثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه مع تنزيهه تعالى عن المعاني الظاهرة، وكانوا يقولون كما قال الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الخلاصة إيه؟ قال هذا هو فهم السلف للنصوص التي توهم التشبيه والتجسيم، آمنوا بها وأمروها كما وردت واكتفوا بتلاوتها مع نفي المعنى. احنا قلنا لا، نفي الكيفية أو تفويض الكيفية، وهذا هو معنى التفويض عند السلف كما فهمه الأشاعرة والماتريدية الذي ينتهي إلى إثبات النصوص
ومع تفويض المعنى المتبادر. طيب منهج ابن تيمية رضي الله عنه وابن القيم، بيقول لي رأى ابن تيمية وابن القيم وأتباعهما الفهم السابق لا يرضى به، ابن تيمية وابن القيم بمنهج سلف التفويض، وذلك للآتي. بيقولوا بقى ابن تيمية وابن القيم قالوا أنهم يرون أن هذا تجهيل للصحابة والتابعين ومن تبعهم. طبعا ما هو أنت لما تقول لي أن الصحابة والتابعين لا يعلمون معنى الصفات، يبقى هذا اتهام لهم في سوء فهمهم. إزاي هم عرب؟ أي إثبات النصوص مع تفويض المعنى المتبادر منها. يرون أن الصحابة كانوا يعلمون معاني هذه الألفاظ، طبعا إن ما كانش الصحابة يعرفوا منها يعرف، ويعلمون المراد منها، لكن يفوضون في الكيفية لا في تفويض المعنى. ده اللي أنا عمال أتكلم فيه. وبهذا يرى ابن تيمية أن النصوص الموهمة للتشبيه ليست من المتشابه، بل هي من المحكم المعلوم المعنى في الاستواء واليد والعين والجنب والوجه. عندهم صفات لها معان ثابتة ومعلومة، ولابد من إجرائها على ظاهرها المتبادر منها، لكن يقول بعد إثباتها بلا كيف. يعني معرفش إزاي، معرفش كيفية يد الله إزاي، ما عرفش استوى ازاي، ولا بد من وصف الله تعالى بها كما وصف نفسه وتفويض كيفيتها إلى الله. وهو بهذا يرفض التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره رفضا مطلقا حتى وإن لزمه التجسيم. يبقى ده كلام مين؟ كلام ابن القيم وابن تيمية، بيوضح معنى إثبات السلف كان ازاي. على المعنى دوت طبعا أتمنى ما يكونش في لبس، أتمنى. نكمل الدرس. طيب هنا بقى بيردوا على مين؟ بيردوا على ابن القيم وابن تيمية. بيقول الرأي في كلام ابن القيم وابن تيمية طبعا غير صحيح. هيقول كده ليه؟ للآتي. قال لأن تفويض السلف للنصوص قد توهم التجسيم والتشبيه ليس تجهيلا له، بل هم رضوان الله عليهم يفهمون معانيها البشرية. ما دخل البشرية؟ لكنهم يتورعون عن وصف الذات الإلهية بها وإسنادها إليه تأدبا معه، فأولوها تأويلا إجمالي. 2. قال إثبات ابن تيمية للنصوص المهمة للتشبيه يترتب عليه إلزامات كثيرة، مؤداها أنه يلزمه التجسيم والتشبيه. يعني هما بيقولوا لو ابن تيمية وابن القيم أثبتوا طالما أثبتوا المعاني دي يبقى في تشبيه. فين التشبيه والتجسيم؟ ما أعرفش. وقوله إن السلف يفوضون في الكيف ليس صحيح. ليه؟ لأنه يلزم من هذا القول إثبات الكيف طبعا، وهو من مقولة الأعراض والأجسام، والأعراض حادثة وهي لا تقوم إلا بالأجسام الحادثة. طبعا هنا بيفضل يقول لك بقى إيه كلام يقيس المخلوق على الخالق، يقيس الخالق على المخلوق، وده كلام غير صحيح. يبقى دي كلها ردود على ابن القيم وابن تيمية، وده طبعا انت مش مطالب بها، واظنها لا تأتي في الامتحان. الخلاصة اللي انت مطالب به القول الراجح، اللي هو يقول لك قول السلف اسلم وقول الخلف اعلم من هو قول الخلف. يعني هل الالزامات لا تلزم السلف بحال إذا أنهم أقروا النصوص المهمة للتشبيه ومروها دون بحث معناها، ولا تلزم الأشاعرة والماتريدية إذا أنهم صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها، فكان هدفهم الأول هو التنزيه في فهم النصوص المهمة للتشبيه. طيب بعد كده أخيرا بيقول لي ما منهج الأشاعرة والماتريدية؟ منهج الأشاعرة والماتريدية طبعا قال لي يأخذون بمنهج السلف في التفويض، ولكنهم يزيدون عليه تعيين المعنى المراد إذا دعت الضرورة لذلك، بمعنى أنه إذا وجد تشبيه فلا بد من التأويل، فكأن التشبيه داء والتأويل دواء. يبقى هم يثبتون المعنى، ولكن إذا اقتضى المعنى تأويلا أولوا. الأشاعرة والماتريدية ينزهون الله عن التجسيم والتشبيه، ويعتبرون أنفسهم امتدادا لمذهب السلف رضوان الله عليهم، وهم أخذوا بالتأويل إلا لظهور التشبيه في البيئة الإسلامية بعد عصر السلف. أهم شيء النقطة اللي جاية دي مهمة جدا وبتيجي في الامتحان، اللي هي وردت نصوص توهم اتصاف الله تعالى بالجهة والاستواء والجسمية. اذكر هذه النصوص. بيقول لي يخافون ربهم من فوقهم. هنا بيقول لك لا، ما تقولش ربنا فوق. ليه؟ لأنك توهم الجهة. طب ما المشكلة أن أنا أثبت أن الله عز وجل في جهة؟ يعني ما مش معنى أن أنا أثبت أن الله عز وجل في جهة يبقى هو مش في الجهة التانية، لا، هو في مكان في السماء كما أخبر، ويعلم ما يعلم كل شيء، يعني في كل مكان بعلمه، أما في السماء بذاته.
طيب خلينا في الكتاب. الكتاب قال يخافون ربهم من فوقهم، توهم الجهة، تركز. يبقى يخافون ربهم من فوقهم دي توهم الايه؟ الجهة، يعني توهم ان الله في مكان. بعد كده بيقول لي تفسير السلف يقولون فوقية لا نعلمها، السلف قالوا فوقية لا نعلم. يبقى تاني أهم نقطة في الدرس، لو قال لي يخافون ربهم من فوقهم، ماذا توهم؟ هنقول له توهم الجهة. طب وتفسير السلف طبعا هيقول لك فوقية لا نعلمها. طب والخلف؟ فوقية يعني من أجل تعاليه في العظمة أو ارتفاعه فيها. يبقى التعالي معناه العظمة. يخافون للملائكة ربهم، يخافون ربهم من أجل تعاليه في العظمة وارتفاعه فيها. الرحمن على العرش استوى، ماذا توهم؟ قال لي الاستواء. طب يعني المشكلة ما يوهم الاستواء؟ يقولون استواء لا نعلم، دول السلف. طيب الخلف قالوا ايه؟ الاستواء هو الاستيلاء والملك، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وده طبعا هو الصح وده الخطأ، بس انت مالكش دعوة بالعلامات دي. وقد سأل رجل الإمام مالك، بص بقى إيه الشاهد، بص هيرد على روحه. وقد سأل رجل الإمام مالك عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فأطرق رأسه مليا وقت قليل، ثم قال الاستواء غير مجهول. يعني إيه غير مجهول؟ يعني معلوم. والكيف غير معقول، يعني مجهول. والصحابة والتابعين كانوا يعلمون الصفات بس يجهلون الإيه؟ الكيف أهو. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضال فأمر بإخراجه. قال الزمخشري وسأل الزمخشري الإمام الغزالي فأجاب بقول إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أبنية فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الله تعالى بأين أو كيف وهو مقدس عن ذلك، نعوذ بالله. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الأين، قال أين الله. أخيرا الآية قال وجاء ربك وحديث الصحيحين ينزل ربنا، ماذا توهم؟ هنقول بيقول لك توهم الجسمية، والسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمه، أما هم قالوا جاء عذاب ربك، أو أمر ربك للعذاب الشامل، أو أمر ربك الشامل للعذاب، والمراد ينزل ملك ربنا فيقول والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة والجسمية والجوارح اتفق أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم وما عدا المجسمون على تأويل ذلك لوجوب تنزيه الله عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره. والسلام عليكم ورحمة الله.